السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. سمحوا لي على هذا الغياب الطويل، يعني ما كنتش في داري اليوم. البارح برك عفوا وين وصلت. حبيت نفيدكم بوصفه للحساء القرع الاحمر اللي هو الكابويا، يعني اليقطين. بغيت ندير اون سوب وقلت علاش لا ما نشارككمش بهذه الوصفه القيمه يعني غذائيه، عندها قيمه غذائيه كبيره. بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نقولها لكم طريقتي في الاحتفاظ عفوا بالقرع الاحمر. نقطعوا كما راكم تشوفوا هكا دي رونديل، كما راكم تشوفوا، يعني حبه تكون هكا. نقطعها دوائر بهذا الشكل، نخويها من الداخل ونقطعها بهذا الشكل، يعني تمسحوها قبل ولا تغسلوها كما تحبوا. ونقطعها دوائر، كل دائره نحتفظ بها في هذا لي ساشي تاع الكونجيلاسيون. شوفوا راح تقعد كيما هي كما راكم تشوفوا، وتجبديها على حساب يعني تجبدي على حساب واش تحتاجي، سواء هكا زوج تاع الدوائر، زوج تاع لي مورسو ولا اكثر. تجبديها قبل بوقت، يعني تقريبا قبل بساعتين ولا 3 سوايع، باش يمشي لها هذاك الثلج تاعها، وتقدري تستعمليها في كامل الوصفات، سواء لي جو ولا الحريره ولا لي سوب هكا، اي حاجه، ولا حتى الاطفال تاعك الصغار، اي حاجه هكا باش ما تفسدلكش، لانه ليه تفسد. زيد نخليها تحت غير في الجدار، فسدت لي وصوفت لي. اذا اعتمدت هذه الطريقه وولمتني بزاف. اذا راح نحتاج هاد كميه تقريبا تاع 300 غرام تاع القرع الاحمر، زوج حبات تاع الزروديه يكونوا كبار، حبه تاع البصل الاخضر، ولا ما عندكش استعملي الاحمر عادي، حبه تاع البطاطا، و كميه من الثوم، تقريبا 3 سنات تاع الثوم. الا كان فيهم هذاك العود، هذاك عفوا العرق الاخضر هذاك تاع التنبات كيكون ينبت، نحيه على خاطر يطلق المروريه في لاصوب. وقطعه من يعني الدجاج، جناح ولا رقبه ولا اي حاجه باش تبنن، تعطي بنه شابه الداخل. راح نجيب لا كوكوط ونحط فيها تقريبا 2 مغارف كبار تاع الزيت. هكا راح نحط فيها كامل هاد المكونات يتقلاو مع بعض. بسم الله. قطعي فقط عشوائيا، لانه الشكل ما يهمش، راح كلشي يتميكسا. هنا بعد ما تقلات هذيك الخضره مع ذاك الدجاج، يعني تقريبا واحد دقيقتين هكا، راح نضيف التوابل. راح ندير رشه تاع فلفل اسود، نضيف شويه تاع الكركم، تقريبا 4 مغرف صغيره، رشه تاع فلفل احمر، تقريبا مغرف صغيره. راح نضيف الملح حسب الرغبه. راح نضيف نصف مكعب دجاج، اللي تحب ما ديروش. راح نضيف رشه تاع راس الحانوت، تقريبا 4 مغرف صغيره. وراح نزيد شويه تاع الهريسه، بما انه انا نحب الماكله تاعي تكون شويه حاره. تقريبا مغرف صغيره. راح نخليها تقلى ثاني مده دقيقه الى دقيقتين باش تشرب هذوك التوابل، ونعاود نولي لكم. اذا هنا بعد ما تقلى مليح هذاك الخضره مع الدجاج، راح نمرقه بماء سخون جدا حتى اللي تغطى كامل هذه الخضره، على حسب الكميه اللي درتي وعلى حسب لاكوكوط تاعك.
تاعي صغيره، على هذا تعمرت لي. راح نخليها لمده تقريبا 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ونفتح عليها لانه لازم تكون فيها الماء باش كي نميكسيها تشوفيها. اذا عقدت طفي عليها، اذا كان خصها شويه تاع يعني شويه تعقد، زيدي شعلي عليها النار وخليها تطبخ حتى شويه حتى اللي تعقد لك وطفي. اذا راح نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. بيدما هذيك لاصوب راها طيب، راح ندير مقبله خفيفه. راح عندي العجينه المورقه في الكونجيلاتور، قلت علاش لا ما نديرش سوفلي ليه. راح ندير 2 مغارف تاع الزيت كبار في مقلاة، نقطع حبه تاع البصل ونضيفها، نخليها حتى اللي تدبل مليح ونضيف لها كميه تاع الكبسه. واش راح نضيف؟ كميه تاع تقريبا 150 غرام حتى 200 غرام تاع الكبسه حسب الرغبه. اذا ما عندكش تاع الغنميه تقدري ديري تاع الدجاج. راح نضيف لها شويه تاع التوابل باش تقلى معاها، تقريبا مغرب صغيره معمره مليح تاع القرفه. راح نضيف فلفل اسود، وراح نضيف الملح حسب الكميه اللي درتيها. راح نخلط مليح حتى اللي يتقلى لي عفوا هاد الكفته مع هاد التوابل، ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما تقلات هذيك الكبسه واش راح نزيد؟ راح نزيد تقريبا ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، شويه تاع الهريسه، نخلط. اذا بهذا الشكل تقدروا تضيفوا كميه من الجبن. انا راح نخلي حشو سهل وبسيط وسريع. اذا بهذا الشكل راهي واجده معايا. راح نخليها تبرد. في لو طون اللي راها تبرد راح نحل العجينه تاعي. تابعوا معايا بقيه المراحل. حليت العجينه كما راكم تشوفوا، راح نحط فيها كميه قليله من الحشو. بسم الله، كما هكا في الوسط تقريبا مغرف صغيره ونص. انا نحب نقطعهم كاع كيما راهم ونحط الحشوه ضربه واحده ونغلقهم. كلشي الخدمه كيف باش ليه تكملي. تبغي تزيدي جبن ولا زيتون ولا اي حاجه انت حره. انا حبيت تكون حشوه خفيفه بهذه الطريقه. راح نغلق عليهم. بسم الله، نمسح يدي قبل. ما راحش نغلق عليها بزاف بالفرشيطه باش يبان لي التوريق هنا. اذا غير بالاصبع كما راكم شفتوا الطريقه. راح نكمل باقي الحبات بنفس الطريقه. هاوليكم، ونطبع كما قلت لكم غير بالاصبع بهذه الطريقه باش يبان لي التوريق. هاكا اذا شتيها تفتحها تعاودي لها. راح نكمل كل الحبات بهذا الشكل ونعاود نولي لكم. هاتي العجينه اللي تقعد لكم كما راكم تعرفوا بلي ما خاصش تعجنوها. راكم عارفين العجينه مورقه تفسد. اذا نطويها بهذا الشكل ونفتحها بهذه الطريقه ونفتحها من جديد بهالحلال. ها لكم نعاود نطبع عادي. عليكم ونطبع عادي. هنا ضربت خواتاتي حبه تاع البيض مع شويه طماطم مصبره تقريبا 4 مغرف صغيره. ضربتها وطليت بها هذوك الحبات. قبل ما نطلي
يعني كي كملت هاد الحبات خدمتهم، حطيتهم في الثلاجه مده ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه فما اكثر. يعني كل ما طول تزيد تحكم روحها وديك الزبده ما تذوبش ليه. ثم نجبدهم ونطليهم. حاجه اخرى نسيتها في الحشو اني ما ذكرتهاش، يعني درت الثوم شويه تاع المعدنوس في الاخير، يعني قليتهم مليح وحشيت بهم هذا العجين. راح ندخلهم الفرن على 220 درجه من تحت، كي نشوفهم تحمروا نشعل عليهم من الفوق ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اخواتي بعد ما طاب هذاك البويون نحيت المرصو تاع الدجاج وراح نميكسيه بالميكسور حتى اللي نتحصل على القوام المناسب ونراجع ندير لكم. هاو لكم السفلي بعد ما وجد. اذا نشوفوا الحبه كيفاش. العجينه المورقه الوصفه تاعها راح نحطها لكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف باش يعني اللي ما شافتهاش تعاود تشوفها. هاي لكم الله ناجحه التوريق يبان. وهذا هو حساء القرع الاحمر او اليقطين. زينته فقط بقطرات زيت زيتون وشويه تاع الفلفل الاحمر، خلطتهم وزينت بهم. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، واللي جديده ما تنساش ديري اشتراك في القناه، جيم للفيديو، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.